أهلا بأحلى اخوات. النهاردة جايلكم بوصفة من ريحة زمان، أكلة كلها طعم وريحة ولمة حلوة حوالين السفرة. النهاردة هنعمل سوا طاجن بامية باللحمة الضاني بلمستي الخاصة، طعم يخليك تفتكري أيام زمان وسفرة أمك وجدتك. بس خليكم معايا للنهاية علشان اللمسة الأخيرة هي اللي هتفرق. نسمي بالله ونصلي على الرسول ونبدأ في تجهيز وصفتنا الحلوة دي على طول. اول حاجه عندي هبدا اني اتبل اللحمه، وتقدري انك تسلقي اللحمه على طول، لكن انا بصراحه بفضل اني اتبلها الاول. فهجيب عندي حبه من الفلفل وطماطمايه وحبه من البصل وملح وفلفل اسمر، وهضرب الكلام الحلو ده كله مع بعضه في الكبه، ومجهزه عندي اللحمة كمان حابة أقولك إنك تقدري تستخدمي أي نوع لحمة بتفضليه، بس يعني من المتعارف عليه إن إحنا دايما يعني الطاجن اللحمة، طاجن البامية ده بالذات يعني بيبقى يفضل يكون فيه لحمة ضاني، بس لو مفيش عادي تقدري تستخدمي لحمة شمبري أو لحمة بتلو، أيهما يعني المتوفر عندك. ضربت التتبيلة عندي هنا في الكبة، وهبدأ اني اقلبها كده عندي في اللحمة. هسيبها بس حوالي مثلا تلت ساعة نص ساعة، اللحمة بس تشرب شوية من التتبيلة الحلوة دي. قد ايه الخطوة دي بتفرق، بتديكي شوية شوربة حاجة كده عظمة. جربيها كده وعلى ضمانتي هتعتمدي الطريقة دي بعد كده. وجبت هنا عندي معلقة من الزبدة او السمنة، وهبدأ اني اشوح فيها اللحمة. طبعا لازم الحلة عندنا تسخن جدا، علشان اول لما ننزل باللحمة بتاعتنا ما تبدأش تنزل العصارة بتاعتها فتنشف معانا. فلازم الحلة تكون سخنة جدا معايا. فخدي بالك من الملحوظة دي، يعني علشان خاطر اللحمة تطلع معاكي جوسي وحلوة وتكون محتفظة بالسوائل بتاعتها. مش هقلب كتير في اللحمة بمجرد ما بتاخد معايا لون ذهبي بقلبها على الجنب التاني. مش بنقلب فيها كتير زي ما اتفقنا علشان ما تبدأش تنزل السوائل اللي فيها. هتاخد معايا لون ذهبي حلو، ونكون مجهزين طبعا عندنا مية مغلية. اهم حاجة مية مغلية علشان خاطر اللحمة تدخل على طول في مرحلة السوى. وبضيف كمان عندي ورق اللورة والحبهان والمستكة، ورشة كمان من الفلفل الأسمر. يعني بضيف كل المطيبات والمنكهات بتاعتي من البداية وانا بشوح اللحمة عشان ريحتها الحلوة تطلع. وهنا دي المية المغلية زي ما اتفقنا. وطبعا اول لما هتبدأ تغلي اي ريم، اي شوائب هتظهر معايا هبدأ اني اشيلها. هنا بقى المرحلة التانية بعد لما اللحمة عندي كانت استوت، ببدأ أجهز عندي للطاجن. هنرتبه مع بعض ازاي. جبت عندي هنا بصلاية ضربتها في الكبة، وبدأت اني اشوحها لحد لما تاخد لون ذهبي حلو. بضيف عليها رشة من الفلفل الأسمر ورشة من السكر ورشة من الملح، وكمان معلقة من الثوم المفروم، ومعاها فلفل مفروم ورشة من الكزبرة. ودي بقى لمساتي الخاصة في طاجن البامية. يعني عايزة اقول لكم ان طاجن البامية اللي انا بعمله ده بيكون خطير جدا. بعتمده في اي عزومة عندي في رمضان، في اعياد، في مناسبات. ده طاجن اساسي معانا على السفرة ما بستغناش عنه. اللحمة هنا عندي اتسلقت، والبصلة زي ما شفتوا دبلت وخدت معايا لون حلو. فببدأ اقلب عليها اللحمة بالطريقة دي علشان تشرب من ريحة البصلة والبهارات اللي احنا ضفناها. بضيف هنا عندي البامية، ودي بامية فلاحي وتقدري تستخدمي اي نوع بامية بتحبيه. ودي كانت بامية فريش، وتقدروا تستخدموا بامية فروزن برضو بنفس الطريقة. بديها تشويحة، ودي تاني تكة بتدي للطاجن طعم خطير. جربي الطريقة دي هتعتمديها، وهتشوفي الفرق في الطعم والريحة هتبقى عاملة ازاي. عايزة اقول لكم ان كل لما بنقلب في البامية كده مع اللحمة والبصلة، البامية بتشرب من الطعم الجميل ده، وبالتالي بتدينا نكهة قوية جدا وطعم مفيش بعد كده. وبضيف هنا عندي ورقتين من اللوري ورشة صغيرة جدا من القرفة. نيجي بقى للطماطم. طبعا الطماطم انا بضيف لتر من عصير الطماطم، والطماطم انا مصفياها من القشور والبذور، وبسيبها تغلي غلوة. وبرش عليها طبعا رشة سكر علشان تعادل حموضة الطعم.
وبتغلي عندي بالشكل الحلو ده، وبسيبها لحد لما تكون 3/4 سوا، لان طبعا انتوا عارفين انها لسه هتدخل تكمل معايا سوا تاني في الفرن، فعلشان تكون متماسكة وما تبقاش يعني استوت زيادة عن اللزوم. بمجرد ما بقت 3/4 سوا، مجهزة عندي الطاجن وطبعا مسخنة الفرن. بضيف عندي هنا البامية على طول في الطاجن بالمنظر ده، وببدأ اني اسويها. دلوقتي هنجهز لأهم حاجة في وصفتنا، وهي التقلية. قد ايه التقلية دي بتفرق في طعم وريحة الطاجن. هنجيب عندنا الطاسة بتاعتنا، معلقة سمنة بلدي وشوية توم مفروم وكزبرة ناشفة، وكمان مع التوم المفروم فلفل مفروم. بنحمرهم لحد ما ريحتهم بتملأ المكان وبيبدأوا ياخدوا اللون الذهبي الحلو. بنرش كمان رشة صغيرة من الملح. دي هنا عندي رشة الكزبرة، زي بالظبط اكننا بنقلي للملوخية. بنقلي برضو لطاجن البامية. التقلية دي بجد خطيرة يا جماعة، بتفرق جدا جدا في الطعم والريحة وكل حاجة. كمان عايزة اقول لكم الريحة بتبقى ايه، حاجة كده فظيعة مالية المكان كله. بتاخد لون ذهبي حلو، ونبدأ ان احنا نضيفها عندنا. اول لما تاخد اللون الذهبي الحلو بنضيفها عندنا على وش الطاجن. تمام. تقدري تقلبيه وتقدري تخلي التقلية كده على الوش من غير ما نقلبها، يعني زي ما تحبي. انا هوزعها بس بالمعلقة بالطريقة دي، يعني علشان ما يبقاش الطشة متركزة في حتة واحدة بس. مش هقلبها في الطاجن كله، بس انا بوزعها كده على الوجه. وهضيف عندي حبتين من الفلفل الاحمر، تقدري تستغني عنهم زي ما تحبي. وهدخل الطاجن بتاعنا في الفرن علشان ياخد لون حلو. وده شكل طاجن البامية باللحمة الضاني بعد ما خرج من الفرن. لون وريحة وطعم يخليكي تاكلي من غير ما تحسي بنفسك. ودي كانت لمستي في طاجن البامية باللحمة الضاني. ولو ليكم اي لمسات تقدروا تكتبوها لي في الكومنتات. جربوا وقولوا لي رأيكم في الكومنتات. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك الجميل والاشتراك في القناة، وكمان تعليقاتكم الجميلة الحلوة اللي بتسعدني وبتفرح قلبي. استنوني في وصفة جديدة ولمسة جديدة من لمسات روما. حاسبكم في حفظ الله وأمنه ورعايته، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد، وهقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.